يواجه اللاعبون الصائمون صعوبة من أجل كسر الصيام خلال المباريات الرسمية، وذلك بسبب قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والتي لا تفرض على الحكم إيقاف اللعب من أجل السماح لهم بكسر الصيام قبل استئناف اللعب بشكل طبيعي. لكن وعلى الرغم من كل هذا، فلن يكون من الصعب على اللاعبين إيجاد الحيل من أجل كسر الصيام دون أن يتعرضوا لعقوبة ما، حيث ابتكر بعضهم حيلا بسيطة من أجل التحايل على القوانين، خصوصا في بعض الدوريات التي تمنع منعا قاطعا إيقاف المباريات دقيقة واحدة من أجل كسر الصيام. لذلك مرحبا بك يا عزيزي المشاهد، نتعرف على أغرب الحيل التي قام بها اللاعبون من أجل كسر صيامهم. البداية هنا مع الحارس التونسي معز حسن، والذي صنع الحدث خلال تحضيرات منتخب تونس لنهائيات كأس العالم روسيا عام 2018، حيث ادعى الحارس التونسي أنه أصيب في مواجهة البرتغال، وهو ما فرض على الحكم إيقاف اللعب آليا، بما أن الحارس له وضع خاص. وخلال فترة سقوطه لتلقي الإسعافات، كان اللاعبون التونسيون قد استغلوا الموقف لكسر صيامهم. لكن الحارس التونسي لم يكن الوحيد، فهذه الواقعة تجددت أيضا في عام 2021، وتحديدا في دوري الدرجة الأولى التركي، عندما افتعل أحد لاعبي نادي أنقرة كينجي الإصابة، وهو ما سمح لبقية اللاعبين بالتجمع وكسر صيامهم. ولكن الأمر المختلف هذه المرة أن أحد لاعبي منافسيهم انضم إليهم وتناول معهم القليل من الطعام لكسر صيامه، وذلك قبل استئناف اللعب. Bugün kulübedeki bir diğer kalecisi Keçiörengücü'nün bu arada iftar ediyor. Keçiörengücü futbolcuları kenarda. وقد تجددت هذه الحيلة مرة أخرى، وتحديدا في الدوري الإيطالي خلال الأسبوع 28، وذلك مع اللاعب المغربي سفيان أمرابط في لقاء فيورنتينا والإنتر. لكن الجميل في الأمر هنا أن صاحب الحيلة لم يكن صائما، حيث ادعى المدافع الإيطالي لوكا رانييري الإصابة ليسمح لزميله المغربي بالإفطار، وهذه الحركة جلبت اهتمام الجماهير بشكل واسع، وذلك بحكم أن الاتحاد الإيطالي لم يطلب من الحكام إيقاف اللعب بضع دقائق من أجل السماح للاعبين الصائمين بكسر صيامهم. سوبر إيطالية، دوري أبطال أوروبا، وادي على طول سفيان مرابط بيفطر. سفيان مرابط الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب. وبذكرنا للاعبين المغربيين، فعلينا أن نذكر أيضا إصرار الثنائي المغربي حكيم زياش ونصير مزراوي على الصيام عندما كانا في فريق أياكس أمستردام الهولندي، وذلك خلال مواجهة نادي توتنهام الإنجليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا سنة 2019، حيث استعدا لكسر الصيام عبر ترك بعض الحلويات السائلة لدى أحد أعضاء الجهاز الفني، وكسر صيامهما أثناء اللعب دون أن تتوقف المباراة. هنا سنبتعد قليلا عن كرة القدم، وسنتوجه تحديدا إلى دوري السلة الأمريكي NBA، والذي جلب مقطع إفطار اللاعب الأمريكي كايري إيرفينغ خلال إحدى مباريات فريقه بروكلين نيتس العام الماضي نسبة متابعة كبيرة، فبحكم أن قوانين كرة السلة تتيح للمدرب القيام بعدد غير محدود من التغييرات خلال المباراة الواحدة، إلا أن اللاعب عاد إلى دكة الاحتياط تزامنا مع موعد الأذان، وقد شوهد وهو يكسر صيامه قبل أن يكمل المباراة، حيث استغل القوانين جيدا من أجل كسر صيامه دون أن يضر بناديه. لكن ليس كل اللاعبين الصائمين قد استعملوا الحيل، حيث أنه كان هناك بعض اللاعبين المحظوظين مثل الفرنسي ويسلي فوفانا لاعب ليستر سيتي، والذي منحه الحكم في الموسم الماضي فرصة لكسر صيامه خلال إحدى مباريات فريقه في الدوري الإنجليزي. قرب للتأهل النهائي. مانشستر المدينة قد تستقبل لقبين أوروبيين في موسم واحد، وتعادل رقم ميلانو 94
لما ميلان فاز بالتشامبيونز ليج 94 وليت الويفا كاب. هذا هو اللاعب المسلم ويسلي بوبانا من الصومالي. تم ايقاف المباراة الماضية من كريستال بالاس بعد مرور نصف ساعة. تمكن من تناول بعض السوائل. ايضا اليوم فوفانا ايضا تمنح له الفرصة. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ليصلك كل جديد إن شاء الله. كان معكم هاكيتو.